السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. إليكم أبرز ما جاء في نزال المقاتل المغربي الملقب بحميشة وخصمه الإسباني مينديز، والذي جرى يوم السبت الماضي في منظمة الجلوري. المقاتل المغربي سيطر على النزال بشكل كلي، حيث وجه حميشة ضربات قوية على مستوى الساق جعلت المقاتل الإسباني يسقط أكثر من مرة. بعد أن كشف نقطة ضعف الإسباني، حميشة بدون كلل أو ملل يسدد سلسلة من الضربات القوية نحو ساق الإسباني، ضربات لو كيك مميزة من طرف البطل المغربي حميشة. وفي بداية الجولة الثالثة ضربة قوية قاضية نحو الساق جعلت الإسباني غير قادر على إتمام النزال، وبالتالي فوز المقاتل المغربي حميشة. ألف مبروك للبطل المغربي ومزيدا من التألق إن شاء الله.